عاملين ايه يا حبايب تتنولة؟ وحشتوني. النهاردة هنحكي حكاية النملة الكسولة. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في مستعمرة نمل كبيرة جوه الحديقة. النمل صغيرين لكن شطار جدا. كل يوم يخرجوا من الصبح بدري يشيلوا حبوب القمح وفتافيت الأكل ويرجعوا يحطوه في بيوتهم علشان لما يجي الشتاء يكون عندهم مخزون. كل النمل كانوا شغالين مع بعض في صفوف منظمة، كل واحد له دور إلا نملة واحدة كان اسمها ميمي. ميمي كانت بتحب اللعب أكتر من الشغل. كل ما يشوفوها تقول أنا تعبانة، هرتاح شوية تحت الوردة الجميلة دي، وتسيب أصحابها يتعبوا وهي نايمة. النمل كان بيحاول ينصحها، يا ميمي لو ما اشتغلتيش معانا مش هيكون عندك أكل في الشتاء. لكن ميمي كانت بتضحك وتقول انتوا بتبالغوا، أكيد هلاقي أكل وقتها. وفي يوم الجو اتغير فجأة، الغيوم ملت السما والمطر نزل بغزارة. المستعمرة ابتدت تتملي مية والنمل جري بسرعة علشان يلحق الأكل ويحافظ عليه. لكن ميمي ما كانش عندها حاجة، فضلت تجري من هنا لهنا وهي بتصرخ الحقوني أنا جعانة ومش لاقية أكل. النمل ردوا عليها احنا تعبنا كلنا مع بعض وتعاوننا، لكن انت ضيعتي وقتك. لو كنت تعاونتي معانا كان زمانك متأمنة زينا دلوقتي. ساعتها ميمي عيطت وقالت أنا اتعلمت الدرس، من النهاردة هساعدكم واشتغل زيكم. وفعلا ومن اليوم اللي بعده ميمي بقت أول واحدة تصحى وأكتر واحدة نشيطة في المستعمرة. يا حبايبي التعاون بيخلي كل واحد قوي، ولما نتشارك الشغل مع بعض كلنا نكسب.